الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. إلى جماهير شعبنا السوداني الأوفياء، إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لقضية الشعب العادلة، إلى الجرحى وأسر المفقودين، إلى أسر الشهداء وأمهاتهم وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم، إلى جميع القوات، قوات تأسيس في جميع أنحاء السودان، في محاور الجبهات من أقصى الجنوب في كاودة إلى المثلث شمالا. أهنئكم بإعلان تشكيل حكومة السلام، وأشكر لكم جهودكم وصبركم ونضالكم العظيم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، وذلك باختيار مؤسسات حكومة السلام. كما أشكر جميع الرفاق في مؤسسات تحالف تأسيس على ثقتهم في شخصي واختياري رئيسا لحكومة السلام. إن إعلان تشكيل حكومتكم حكومة السلام ليس بالأمر السهل، بل لتنفيذ كل المهام المتفق عليها في تحقيق السلام الشامل العادل والدائم، ووضع نهاية للحروب الطويلة، ونهاية المعاناة السودانيين من النزوح واللجوء والمجاعات والفقر والحرمان. لقد عانى السودانيون من الحروب المتطاولة منذ بداية الخمسينيات، وبروز حركات المقاومة ابتداء من أنانا 1955 إلى 1972، ثم مؤتمر البجا من 1958، وحركة اللهيب الأحمر 1958، حركة سوني 1964، جبهة نهضة دارفور 1964، اتحاد عام جبال النوبة 1965، اتحاد عام جنوب وشمال الفونج حركة تحرير كوش 1969، المقاومة المسلحة لمجموعة مبارك ماشا لتنظيم كومولو عام 1975، الحزب القومي السوداني 1985، تضامن قوى الريف السوداني عام 1986، الأسود الحرة، وحركة تحرير السودان 2003، وغيرها من حركات المقاومة. رغم ذلك لم تتوقف الحروب، وأنا على ثقة تامة بأن قادة تحالف تأسيس وحكومة السلام على قدر التحدي، ويستطيعون إنجاز المهمة بعون الله. المواطنين الشرفاء، تعلمون أن حرب 15 أبريل فرضت علينا بواسطة عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية عندما انحزنا إلى الاتفاق الإطاري، ولذلك كنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا وعن المهمشين من أبناء وبنات الشعب السوداني. وفي هذا أريد أن أجدد دعوتي بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف يحدد من خطط ورتب وأشعل هذه الحرب وتسبب في معاناة السودانيين. إننا في حكومة السلام وتحالف تأسيس نعمل من أجل تحقيق الوحدة العادلة لجميع التراب السوداني، وذلك بتطبيق الحكم اللامركزي الذي يمكن جميع الشعوب السودانية من إدارة شؤون أقاليمهم والاستفادة من مواردهم بعدالة لتنمية مناطقهم وتقديم الخدمات الضرورية لمواطنيهم. إن حكومة السلام ملتزمة التزاما صارما بمواثيق تحالف تأسيس من الدستور والميثاق السياسي، وذلك من وضع نهاية للشمولية والدكتاتورية، وإقامة دولة مدنية علمانية ديمقراطية تسمح بالتداول السلمي للسلطة وتمنع تدخل الجيش في السياسة. تلتزم حكومة السلام بجميع المواثيق حقوق الإنسان والحريات العامة لجميع المواطنين، وإقامة دولة القانون
المواطنين الأوفياء، إن حكومة تأسيس تهدف وتسعى إلى تحرير المواطنين السودانيين من الخوف وتمكنهم من أن يكونوا أحرارا في اختيار القوانين التي يريدونها بإرادتهم دون إكراه، والتأكيد على أن الشعب السوداني هو مصدر الشرعية. كما تؤكد حكومة السلام على ضرورة العدالة التاريخية والمحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت خلال 70 سنة من عمر السودان المستقل. المواطنين الأوفياء، نشعر ونقدر معاناتكم خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء وجميع الخدمات، وإذا ذلك نؤكد بأننا مستعدون للتعاون مع جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع السودانيين المحتاجين في أي مكان في السودان، ونتأحد بأن نسمح بمرور المساعدات ونحمي الغوافل والعاملين على التوصيل الإغاثة إلى جميع المحتاجين. كما نؤكد التزامنا الكامل بكل المواثيق الدولية والسياسية وحسن الجوار وبناء العلاقات مع الدول على أسس المصالح المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. نجدد شكرنا لجميع السودانيين لوقوفهم معنا في هذه المرحلة، ونؤكد أننا ماضون في مشروع تأسيس السودان بما يجعل منه وطنا مزدهرا وآمنا يسع جميع شعوبه دون التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله.